حصل معاك قبل كده انك بتصحى من النوم قبل ما المنبه يرن؟ يعني بتيجي تبص الموبايل كده تلاقي فاضل 3 دقايق، دقيقتين، ممكن حتى دقيقة، وبتسأل نفسك ايه ده؟ ازاي؟ هو في حاجة صحتني ولا انا بقيت هيرو فجأة؟ شوف الفيديو للاخر لان اللي هقوله لك دلوقتي هيخليك تبص لدماغك بطريقة تانية خالص، بطريقة كلها احترام وشوية خوف بساط قوي. يلا بينا نبدأ. زمان وانا صغير كنت فاكر المنبه هو اللي بيصحيني، بس في يوم صحيت قبل المنبه ب5 دقايق، قلت يمكن صدفة. تاني يوم اتكررت نفس الحكاية، قال لا. وتالت يوم بدأت أشك بقى إن في حاجة غريبة بتحصل. سألت نفسي هو عقلي فعلا بيحسب الوقت وأنا نايم، ولا حد بيصحيني، ولا الموضوع كله تخمين، ولا إيه؟ اللي اكتشفته خلاني أعيد تفكير في حاجات كتير قوي. بص، أول حاجة لازم تفهمها، دماغك ده مش بيفصل خالص حتى وأنت نايم. في حاجة في دماغك كده اسمها الساعة البيولوجية، بيولوجيكال كلوك، دي عاملة زي مدير كده متابع كل حاجة بتحصل في جسمك، وبيقول له كل عضو إمتى يشتغل وإمتى ينام. والمدير ده بيركز على الروتين جدا. لو كل يوم بتنام مثلا من الساعة 12 وبتصحى الساعة 8، دماغك بيبدأ يفهم إن ده الجدول، ده النظام، وبيبدأ يحضر جسمك عشان يصحى قبل المنبه بشوية. يا ترى بقى إيه اللي بيحصل جوه جسمك؟ في هرمون كده بسيط اسمه كورتيزول، اكيد سمعت عنه، وده بيتفرز في جسمك قبل ما تصحى عشان يجهزك للاستيقاظ. دماغك بقى بيبرمج نفسه انه يفرزه قبل الوقت اللي انت متعود تصحى فيه، فبتلاقي نفسك بتصحى طبيعي، تحس بنشاط بسيط كده، تفتح عينيك بتبص حواليك وتلاقي المنبه لسه مرنش. يا دي النيله، دماغك شغاله زي الساعه السويسريه بالظبط. في دراسة اتعملت على ناس كانوا بيصحوا بدري كل يوم. الدراسة اكتشفت ان الناس دول عندهم روتين نوم ثابت، كانوا بيصحوا قبل المنبه بدقايق حتى من غير ما يحاولوا. بس لو انت زيهم وقررت تغير روتينك فجأة، يعني نمت متأخر مثلا او قررت تصحى في ميعاد مش متعود عليه، ساعتها دماغك هيتلخبط والمنبه هيبقى ضروري، ما تودناش في مشاكل. انا فاكر ان دايما صاحبي كان بيصحى الساعة 6:30 عشان شغل، وفي يوم قال لك لا انا هزوغ النهارده وهروح الساعة 9. بس تخيل، صحي 6:28 دقيقة، صحى قبلها بدقيقتين. قال لي حتى وانا ناوي ازوغ دماغي رافضة ان هي تساعدني. ده ليه؟ لان عقله خلاص متبرمج على وقت معين. وعلى فكرة العقل مش بيخون العادة بسهولة. تيجي بقى انت تقول لي هو احنا ممكن نتحكم في ده؟ ايوه طبعا تقدر تتحكم فيه. لو عايز تصحى قبل المنبه، الحل مش انك تنام متأخر او تعتمد على الصدفة، الحل في الروتين يا معلم. نام في نفس الميعاد كل يوم حتى في الويك اند، هتلاحظ بعد كده ان جسمك بقى بيصحى لوحده. وممكن كمان تستغنى عن المنبه، بس برضه احتفظ باحتياطي، مش عايزين مفاجآت والنبي. الخلاصة، اللي بيحصل ده مش سحر، ده دماغك العبقري اللي بيحاول يحميك وبينظم وقتك وبيسبق كل حاجة حتى المنبه. لو جيت مرة تانية تسأل نفسك ازاي صحيت قبل المنبه، قول لنفسك عشان جوايا مدير شغال 24 ساعة، واسمه ايه؟ العقل. اكتب لي في الكومنتات كده حصل معاك الموضوع ده قبل كده ولا لا، واخر مرة حصلت لك امتى. وبس في الاخر، لو عجبك المحتوى حط لايك وسبسكرايب، واستنى مني فيديوهات كتير جاية. مع السلامة.